والآن إذا يقولوا لك أكو مسلم بالمغتسل ما عنده أهل وملفوف بعباية حتى جبن ما عنده. ويريد له خير يوقف وياه بالتغسيل ويجيب له جفن ويشيع. بالله عليك تركض يوم ما تركض. والله أدري بيكم تسابقون وحق الحسين، انتوا أهل غيرة ومروة، أدري تسابقون عن خير. موسى بن جعفر لفوه بعباية حتى جفن ما كان عنده. ابن سويد يقول احنا ننتظر على جسر الرصاف الشيعة رجال ونساء واطفال، ابر شوية شفنا نعش يربح 4 حبابيل. اكو صوت حديد بالنعش، خشخشة حديد اكو. جابوا النعش خلوه على جسر الرصافة وعافوه وراحوا، وبقى بس واحد يمه نادى بعلو صوته: ايها الناس هذا امام الرافضة، هذا موسى بن جعفر، وبأمر هارون يمنع تشييع موسى بن جعفر حتى يرى الأمير رأيه فيه. يقول الشيخ باقر القرشي في كتابه عن موسى بن جعفر، راجعوا المصدر: وبقي 3 أيام على جزر الرصاف ملفوفا بعباءته عليه السلام، ما يجرؤ أحد يشيل الإمام عليه السلام. 3 أيام غريب، وظل 3 أيام مطروح على جسر الرصافة وكبده مجروح الكبد من لوعة السم، ومالوم القلب من لوعة الهم، عليه دمع المحب ظل يجري من دم، والدمع الوجه كالسي المسفوح. قضى عمره غريب وحيد مسجون بزنزانة رجس بغداد هارون، ومنع يم الغريب الناس يلفون، والواد انتغابه وما حد يروح، ما حد راح ويشوف الشراله، من سجن السجن صار انتقاله، وين اللي يخبر الرضا بحاله، او يقل له والدك جثه بلا روح. بعد شي يقول له للرضا، ويقول له نعشه فوق الجسر خلايا، والوادم يا ابو محمد مشاله، يا مشاله ما عنده جفن بعباده لفوه، او ما حد على الوالد يبكي وينوح. سليمان العباسي عم هارون قاعد على سطح قصر العصريات، يقعد على سطح قصره يباوع الماي دجله. قال لهم: يا جماعه شكوا على جسر الرصافه، النسوان تروح تبكي وترجع تبكي، الزلم يبكون، الاطفال تبكي، صار 3 أيام الوضع مو طبيعي، ما تقولوا لي شكوا. واحد من ذول الخدم مالته راد يكسر قلبه، قال له: يا امير جسم ابن عمك على جسر الرصافه. قال له: وليش 3 أيام على جسر الرصافه؟ قال له: هارون ما يقبل الناس يشيله، وملفوف بعبايته وما حد يشيله، ومنظره يكسر القلب يا امير. نزل من القصر، لن من القصر بجربس اليابان، ونعش باب الحوائج لا حلو بال، يقلهم الجنازه مالها عوال. المهم نزل شاف لفت خبيث يم النعش يقول حكايه لا قلتها يوم على المنبر ولا اقولها الى يوم موتي، بس انتم من حكايه سليمان تعرفون ذاك الشان يقول. طرده ضربه بالصوت، قال له: تنحى، وشال المقدم مال نعش موسى بن جعفر وصاح للشيعه: من اراد ان يحمل نعش الطيب ابن الطيب موسى بن جعفر. والشيعة ركضوا وشالوا جنازة الإمام وطافوا بها بغداد، وصلى عليها علي بن موسى الرضا من بعد ما غسل والده وكفنه، وشيعوا الإمام ودفنوه.
اقول له سيدي يا ابا عبد الله من صلى عليك؟ وقتي خلص يا ناس. الليلة حتى لو وقتي خلص راح في الدقيقتين 3 اتجاوز الوقت، ليلة ختام. واحس بعدني ما نعيت على الحسين مثل ما قلبي يرتاح. اريد انعى على الحسين واكسر قلبك على ابو السجاد. سيدي يا ابا عبد الله. سيد رضا الهندي يقول صلت على جسم الحسين سيوفهم، فغدا لساجدة الظما محرابه. تدرون بعد شو يقول على الحسين؟ ظمآن ذاب فؤاده من غلة، لو مست الصخر لأصم لذابا. عطشك لو يمر على الصخر يبدد الصخر يا ابا عبد الله. وقفت زينب يم الحسين، انا فرد ضحوية فقدت قومي وهلي، انا فرد ضحوية فقدت قومي وهلي، وجني لابت فاطمة ولابت علي. بتعشيرة وما بقى عندي ولي، ولا بقى من اخوتي الدجاية.